ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايبي في قناة ساينس ببساطة مع ميس سارة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم مع جريد 5، هناخد lesson 4. تاني موضوع بقى سهل عليكم خلاص، وتأكدتوا إنه جريد 5 ألطف وأبسط من جريد 4. طيب احنا دلوقتي هنعمل comparing between human and plants، يعني هنقارن ما بين الإنسان وما بين النباتات. هنقارن بينهم كده ونشوف ايه احتياجات الإنسان وايه احتياجات النبات. الاتنين living organisms، عارفين ان هما الاتنين كائنات حية، بس هما متشابهين في ايه ومختلفين في ايه. أول حاجة الانرجي، الاتنين محتاجين energy to do vital process، يعني عشان يقوموا بالعمليات الحيوية. طيب علشان يعملوا vital process العمليات الحيوية فهم محتاجين طاقة، صح؟ يعني انت عشان تجري، عشان تلعب، علشان اصلا جسمك يشتغل انت محتاج energy. والبلانت كمان محتاج energy علشان يعرف يعمل الvital process بتاعته، العمليات الحيوية. طب يا ترى البلانت بياخد الانرجي دي منين؟ قالك اصل البلانت بيعمل its own food، بيعمل اكله بنفسه، اللي هو طيب كده من الشوجر. البلانت اكله نوع من السكر كده اسمه جلوكوز. بيعملوا ازاي؟ بيعملوا بالفوتوسينثيسيس بروسيس، واتكلمنا عن البروسيس دي في الفيديوز اللي فاتت. لو ما سمعتهمش ضروري ترجع لهم وتسمعهم. الفوتوسينثيسيس بروسيس عملية مهمة جدا. طيب الهيومن بقى، قالك الهيومن مش بيعرف يعمل اكله بنفسه جوه جسمه، ولذلك هو need to eat food، يعني هو محتاج انه ياكل ايه؟ ياكل الاكل. ليه؟ عشان ياخد energy. يعني انت لو ما اكلتش مش هتاخد energy. ما ينفعش تقول مش مشكلة، ما انا هعمل اكلي بنفسي زي البلانت. ايه كمان يا ترى الاتنين محتاجينهم؟ قالك ان الاتنين need gases، احنا الاتنين محتاجين غازات من الهواء. الاكستشينج جازز بيحصل في البلانت عن طريق فتحات صغيرة كده small pores اسمها ستوماتا، واتكلمنا عنها قبل كده. الاكستشينج بقى جاز في الهيومن بيحصل من النوز بدل الاستوماتا، وطبعا اللي بيسؤول عن الاكستشينج جازز هو اللونجز، الرئتين. اوكي، تعالوا نشوفوا بقى عملية النقل في البلانت وفي الهيومن. اول حاجة الهيومن، عملية النقل في الهيومن او جهاز النقل في الهيومن اسمه هيومن سيركيلاتوري سيستم، اللي هو الجهاز الدوري في الانسان. وده بيتكون من الهارت والبلاد فيسلز، يعني القلب والدم والأوعية الدموية. الأوعية الدموية الحاجات الحمراء والزرقاء اللي انت بتشوفها في ايدك، العروق. تمام؟ طيب ايه هو السيستم ده؟ السيستم ده هو اللي بيعمل ترانسبورتنج، بينقل الاكسجين والنيوترينز، الكربون دايوكسيد والواستس to all parts of the body. يعني هو بينقل الحاجات دي من كل اجزاء الجسم ولكل اجزاء الجسم. تعالوا نشوفوا الكلام ده بيحصل ازاي. اول حاجة عندنا الهارت. عايزاكم تعرفوا ان الهارت consist of 4 chambers، يعني الهارت متقسم ل4 غرف. يعني القلب ده لو جيت بصيت عليه كأنه متقسم 4 اجزاء، جزئين فوق وجزئين تحت. اسمهم ايه؟ 2 atria و 2 ventricles، أذينين وبطنيين، مش مشكلة تعرفهم بالعربي. تمام؟ طيب فهو بيتكون من 2 atria و 2 ايه؟ ventricles. بيعمل ايه الهارت ده؟ ايه اهميته؟ pump blood، بيضخ الدم. مش هتقول قلبي بيدق، يعني ايه قلبي بيدق؟ يعني بيضخ الدم. تطلع ان شاء الله باذن الله جريد 6 هتعرف هو ازاي عضلة القلب بتضخ الدم. تاني حاجة البلاد فيسلز. البلاد فيسلز دي متقسمة ل3 انواع، حاجة اسمها arteries، وحاجة اسمها veins، وحاجة اسمها blood capillaries. اول حاجة الارتريز بتعمل ايه؟ carries oxygen and nutrients، بتشيل الاكسجين والنيوترينز من الهارت to all the body. يعني هي بتشيل الاكسجين والنيوترينز من القلب لكل اجزاء الجسم. طب الفينز بتعمل ايه؟ carry carbon dioxide back to the heart، يعني بتاخد الكربون دايوكسيد بقى والويستس ترجعها تاني لمين؟ للقلب.
طب والبلاد كابيلاريز؟ قالك البلاد كابيلاريز دي very small tubes، يعني تيوبس صغيرة جدا. بتعمل ايه؟ بتوصل الارترز بالفينز. connect arteries to ايه؟ to veins. اوكي، تعالوا نشوفوا بقى ده كده الهيومن، النقل في الهيومن، النقل في الانسان. تعالوا نشوفوا بقى البلانت ترانسبورت سيستم، ما اسموش بقى سيركيلاتوري. ما هو سيركيلاتوري دي يعني دوري، يعني هو بيدور في الجسم كله، اللي هو الدم. هل البلانت عنده دم؟ لا. اما هيكون اسمه ايه؟ هيكون اسمه بلانت ترانسبورت سيستم. ده بيتكون من حاجتين اتنين بس، هو ابسط من الانسان. بيتكون من حاجه اسمها زايلم وحاجه اسمها فلويم. اول حاجه الزايلم. الزايلم ده بينقل ايه؟ بينقل الووتر والنيوترينز. ووتر والنيوترينز دول بيجوا منين؟ بيجوا من السويل. يبقى هو بينقلهم from roots، يعني الروتس اخدتهم من السويل، فهو بينقلهم من الروتس يوديهم للليفز. ليه؟ عشان الليفز محتاجاهم عشان تعمل الاكل. طيب هل هو كده طالع ولا نازل؟ ده التربة تحت، الروتس تحت، يبقى هو طالع. يبقى هو ايه؟ upward. upward يعني لفوق. طيب الفيلم بقى او الفلوم بينقل الفود. خلاص بقى الليفز عملت الاكل، هل الليفز هتاخد الاكل وتلف بيه على النبات كله عشان تديهوله؟ لا. مين اللي هينقل الاكل اللي عملته الليفز لكل اجزاء البلانت؟ هو الفلوم. الفلوم ده هو بترانسبورت، بينقل الفود اللي هو اتفقنا خلاص اكل البلانت يعتبر اسمه جلوكوز، من الليفز to all parts of plant، لكل اجزاء الايه؟ البلانت. طيب واتفقنا خلاص ان اكل البلانت هو عبارة عن special type of sugar، يعني هو سكر بس نوع معين من السكر اسمه جلوكوز. والجلوكوز ده بنقول عليه ان هو بلانت ستارش او نشا نباتي. ان شاء الله ايه هتعرفوا الكلام ده في جريد 6. طيب ايه بقى اهمية الفلاورز للبلانت؟ يعني هل الفلاورز مهمة للبلانت؟ طبعا. هو ربنا سبحانه وتعالى بيخلق حاجة ملهاش اهمية؟ لا، متفقين. احنا ممكن نكون لسه ما اكتشفناش اهمية الحاجة، بس هي ليها اهمية. طيب الفلاورز دي بنقول عليها ان هي الريبرودكشن اورجن او الريبرودكتيف اورجن، عضو التكاثر في البلانت. يعني ايه تكاثر؟ يعني انتاج نباتات جديدة، يعني النبات ممكن نطلع منه نباتات جديدة كتير. مين بقى العضو المسؤول عن ده؟ هو الفلاور. هو يعني ايه اصلا reproduction؟ البلانت يوز فود، بيستخدم الاكل to produce flower، عشان يطلع الفلاورز بتاعته، الوردة بتاعته تطلع. الفلاور دي بقى هي الاورجن اوف reproduction، عضو التكاثر. والفلاور دي بنقول عليها ان هي الريبرودكتيف بارت اوف بلانت. ركزوا عشان هو بيجيبها في الساينتفك تيرم كتير. ايه هو الريبرودكتيف بارت بتاع البلانت؟ الفلاورز. تمام. طيب يبقى ايه اهميه الفلاور؟ لو تاخدوا بالكم الفلاور بيكون فيها في النص كده سيدز، بذور صغيره كده. يبقى الفلاورز دي بروديوس سيدز، البذور. ليه؟ تيجي انت بقى تاخد البذرة دي وتزرع منها نبات جديد، او هو يتنقل في الهواء. هنعرف الكلام ده في الليسون الجاي ان شاء الله. يبقى الفاكشن اوف فلاور، اهمية الفلاور produce seeds to make new plants، عشان يعمل نباتات جديدة. اوكي. plant reproduction يعني ايه عملية التكاثر؟ قلنا خلاص التكاثر في البلانت process of making new plant، يعني عملية انتاج نبات جديد. خلاص يعني انت بتاخد البذور، او هي بقى بتمشي في الهواء او في المية البذور دي، وتطلع في مكان جديد بنبات جديد. طيب كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى ان هو يكون عجبكم. متنساش اللايك والشير والسبسكرايب. لو عجبك الشرح دوس على الجرس عشان توصلك الفيديوز اول باول. اشوفكم على خير ان شاء الله الليسون الجاي. مع السلامة يا حبايبي، باي باي.